أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الموضوع الجديد. الحكومة والبرلمان والنقابات والجمعيات هادو كلهم غير واحد الماكياج ديروا النظام المخزني قدام العالم انني راه عندي دولة وعندي معارضة وعندي نقابات. انتم كتشوفوا النقابات كلهم مرتزقة كلهم مرتزقة. هذا دليل على ان اللي كيحكم في هذيك البلاد هما المخابرات والداخلية تحت اشراف هبل. ما يجوش يدوخوا علينا هما يقول لنا حب الملك، ما كاينش شي واحد كيحب الملك. واش اللي عايش في براكه غيحب الملك؟ واش اللي خدام 38 الف ريال مسكين ما كتقدوش حتى في 15 يوم ديال المعيشه ديالو غيحب الملك؟ واش اللي مقهور في الكرا غيحب الملك؟ واش كي درتي انا مثلا ساكن في براكه وما خدامش ومقود عليا وملك كنشوف فيه كيضرب 700 مليون في النهار وكيهرب الثروه في الاوروب وفي العالم كله، وعنده 20 قصر ومبرع مع راساتو ونقول لي انا عاش؟ واش انا مقهور مع راساتي ونمشي نقول واحد عاش؟ راه كيستغلوا الفقر ديالهم، كيستغلوا السذاجه ديالهم. هذه ماشي دوله، هذه راه نتوما وسط عصابه كتحكمكم يعني داكشي ديال العصابات. تدخل سوق راسك وتسكت وتعيش الفقر والظلم والقهر، اوكي. تقول الحبس، الا فقوا لك التهم يغرقوا لك. تحيه نضاليه وتحيه لجميع الاحرار، هذولي احرار. كنستغرب، انا كنتصدم، يعني كنشوف ان النظام فاسد ولكن ماشي لهذيك الدرجه. الحمد لله الحقيقه بدات كتبان والنظام المخزني تورط. دخلنا عليكم بالله، واش غتدافع على المغرب بصراحه؟ نهضروا بصراحه. واش غتهز السلاح وتمشي تقاتل باش تخرج المستعمر باش يبقى محمد السادس في الحكم؟ انا والله ما نكذب عليكم، نهز السلاح ونبقى نتيري في العسكر ديال المخزن. والله ما نكذب عليكم ونجيكم للصراحه، قولوا اللي بغيتوا تقول. علاش؟ لان بلادنا ما كنستافدوش منها. شنو هو الحق اللي كنستافدوا منه في هذيك البلاد؟ هو الحبس. الحبس مضمون 100%، ما كاينش اللي قلعوا لك. عندك حبس في الزرقاء وحبس في الداخل. والشعب المغربي مسكين كله واخد سراح مؤقت، يعني في اي لحظه بغاو يشدوك. رشقات لهم عليك يشدوك. تلاقيتي مع بوليسي ما بغيتيش تدور معاه، قلتي لي القانون ما القانون يشنق عليك، يقول لك انت كتسبني كتعايرني صيفطك للحبس. الجندار كذلك، مقدم هو الاخر يغسل يدو عليك. مقدم هو الاخر يغسل يدو عليك. يعني هاد الدوله ديال الارهاب اللي حنا عايشين فيها، واش حنا غنبقاو نخليوها صافي بحال هكا؟ بقاو بحال العبيد حالين الراس ساكتين ما كنهضروش؟ حقك ما تدويش عليه، كرامتك يعني ما تكونش عندك كرامه في هذيك البلاد. حيت الكرامه الحقيقيه هي انك تعيش بحريه. بعد اول شيء، شنو هي حريه؟ حريه ان